لو عندك انتفاخ أو حموضة أو إمساك، ده إنذار إن جهازك الهضمي فيه مشاكل. الجهاز الهضمي هو خط الدفاع الأول عن صحتك، فمهم جدا تعرف إيه اللي بيأثر عليه بشكل سلبي عشان تبدأ تعالجه. الإمساك بيجي من قلة الألياف وشرب المية، فحاول تاكل خضروات وفاكهة وحبوب كاملة وتشرب مية كتير مش أقل من 3 لتر. بتنسى تشرب مية، قسمها مع كل صلاة، واشرب كل ساعة أو كل نص ساعة كوباية مية حتى لو مش عطشان. الانتفاخ ممكن يكون من الفاست فود أو الأكل السريع، ممكن يكون كمان من المياه الغازية أو حساسية من أطعمة معينة زي اللاكتوز. الحموضة سببها زيادة في أكل الدهون الضارة أو الكافيين أو التوابل. القولون العصبي بيزيد مع التوتر وقلة النوم، وكمان بعض الأكلات زي البقوليات والأكل المقلي. سوء الامتصاص ممكن يخليك تعاني من نقص الفيتامينات حتى لو بتاكل كويس، وده بيحتاج تحاليل. حل المشاكل دي مش في دواء سريع، الحل في تعديل العادات وأسلوب الأكل. فلو جهازك الهضمي بيعاني، سيب لي كومنت بمشكلتك وإن شاء الله نحاول نحلها.